تعالوا بقى نعمل مع بعض شوية بتنجان حلوين، ونحط عليهم بقى شوية خضار مع نكهات بسيطة كده هتخلي طعم طبق البتنجان ده رائع. ينفع بقى الغدا أو عشاء، أو نقدمه كطبق جانبي، أو يتعمل منه بقى ساندوتش كده يتاكل بيبقى تحفة. عايزين بقى لوصفتنا كام واحدة كده من الفلفل الألوان مع بصل وكام فص من الثوم، وممكن كمان نحط معاهم جزر، واختياري اللي يحب نحط فلفل حار. هنجيب بقى الفلفل نقطعه الأول بالطول، وبعدين نقطعه لمكعبات كبيرة. عايزين قطع الفلفل تبقى باينة كده علشان ما تتهريش. الفلفل الحار بقى اللي هيحطه نقطعه لقطع صغيرة قوي. وهنجيب كمان بصلتين أو ثلاثة بس حجمهم متوسط، نقطعهم الأول أربع تربع، وبعدين نقسم كل ربع منهم لاتنين، ونفك الشرايح كده من بعضها. وهنحط كمان جزرة أو اتنين بس حجمهم متوسط، ونقطعهم لشرايح رفيعة، يعني مش عايزينها سميكة قوي عشان تستوي كويس. وهنجيب كمان أربع أو خمس فصوص من الثوم ونقطعهم لشرايح رفيعة. وشوية حلوين من الكزبرة الخضراء هنقطعها برضو صغير. وهنجيب بقى كيلو أو كيلو ونص من البتنجان ونقشره بالشكل ده كده، أو قشروه زي ما تحبوا، وممكن كمان ما تقشروهوش خالص وتسيبوه بقشره زي ما هو. وبعدين هنقسم كل واحدة منهم لنصين، ونقطعها بقى لشرايح بالطول أو بالعرض. كده خلاص كل حاجة بقت جاهزة. هنجمع بقى البتنجان كله في طبق، ونحط عليه معلقتين كبار مليانين من الدقيق، ومعلقة صغيرة من الملح. هنقلب البتنجان في الدقيق كويس، ونسيبه بس على جنب 5 أو 10 دقايق كده البتنجان يتشرب من الدقيق، عشان واحنا بنقليه الدقيق ما يتحرقش. وفي الوقت ده بقى هنسوي الخضار. هنجيب طاسة ونحط فيها معلقتين كبار من زيت الزيتون. هنشوح فيهم البصل الأول، عايزينه يدبل شوية لكن لونه ما يغيرش، فنخلي النار معانا هادية. وهنحط معاه كمان الجزر عشان بياخد تسوية زيادة شوية. هنشوحهم شوية مع بعض، وبعدين نحط بقى عليهم الفلفل كله، ونقلب كله مع بعضه يتشوحوا شوية. عايزين الفلفل يدبل بسيط لكن يفضل برضو مقرمش، يبقى فيه القرمشة الحلوة دي عشان يبقى طعمه باين مع البتنجان. وبعدين هنضيف عليهم التوم، هنقلبه بس تقلبتين ريحته الحلوة دي تطلع. وهنتبله بنص معلقة صغيرة من الملح والكمون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة والبابريكا، ومعلقتين بقى أو 3 كبار من دبس الرمان. بينقل بقى الأكلة دي في حتة تانية خالص. نقلبهم بس تقلبتين، وقبل ما نطفي على طول هنحط نص كمية الكزبرة الخضراء. نقلبها بس معاهم تقليبة واحدة ونقفل على طول، ونسيبها بقى على جنب شوية. ونقلي البتنجان، بس حطوه الأول في مصفى عشان لو في أي دقيق زيادة ينزل. انتوا ممكن تقلوا البتنجان في الوقت اللي بتشوحوا فيه الخضار، فيخلصوا الاتنين مع بعض في وقت واحد. رشة الدقيق اللي بنحطها على البتنجان بتخليه يشرب زيت أقل، مش كتير قوي زي ما بنقليه من غير دقيق. كمان بيبقى مقرمش وحلو قوي. لو اتاكل على طول أول ما يتقلي بيبقى سخن وفيه قرمشة حلوة وبيبقى طعمه حلو جدا. هنحطه بقى على الخضار اللي جهزناه، ونقلبهم مع بعض تقلبتين بس. مش عايزين البتنجان يتهري، عايزينه يفضل محافظ على شكله. وحطوهم بقى في طبق التقديم، وعلى الوش نحط شوية صغيرة من دبس الرمان. وآخر حاجة بقى هنحطها وبتفرق جدا في طعمه، هنحط عليه بس عصرة من الليمون، بتديله مزازة وطعم حلو قوي. زينوا بقى الوش ببقية الكزبرة وشرايح من الليمون، ودوقوا بقى أحلى طعم بتنجان. جربوه بالطريقة دي هيعجبكم جدا، وبألف هنا على قلوبكم مقدما.